الشتا جه ويهلا عليني، وحنعمل الجرس بايديني بدل ما نشتريها من بره وتشمت فينا النار الضره. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ ازاي حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسعاده يا رب العالمين. قسما بالله وحشني قد كده، لا قد كده يا قد كده، وحشني موت والله العظيم. عاملين ايه يا رب تكونوا بخير يا رب. اللي يحب النبي يصلي عليه. هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهتقول لي هتعملي ايه يا خاله ام ابراهيم؟ هنقول لكم هنملى الدار خير. قسما بالله الحكايه دي لما بتعملوها في الشتاء الدار ربنا بيبارك فيه والدفى بيهل عليه، وتلمي عيالك حواليك كده وتعملي زي الخاله ام ابراهيم. دول 2 كيلو دقيق هنوريكم هنملى الدار بيهم خير ازاي. اهو دقيق ابيض، خلي بالكم الشمعداني خالص. هننزل به في البلاستيكايه كده ونسموا بالرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. حاجه ما فيش بعد كده، وحاجات مش مكلفه خلي بالكم. يعني الخاله ام ابراهيم برضه مش بتعمل غير الحاجه التمام المية مية. خد يا براهوي، حط الكيس ده يمك يابا، حطه هنا تحت الطباخه. بصوا الدقيق عامل ازاي، 2 كيلو بالظبط. عايزه تعملي نص كيلو انت حره، عايزه تعملي 10 كيلو برضه بمزاجك، بس انا شايفه ان ال 2 كيلو دول زي الجيش دهوت وهيكفوا وهيبقوا 100 100. هنجيبوا كوبايتين لبن. بصوا اللبن عامل ازاي، انا جبت لبن طازه وحطيت عليه معلقتين خل من ده راح مقطع كده، عشان المعجنات تحب اللبن الرايب بيخليها فشه ونشه. اسمعوا مني الخاله ام ابراهيم عمرها ما تضلكم ولا تضلكم على حاجه وحشه ابدا، بس امشوا على المقادير بتاعتي يا وليه منك ليه؟ عايزه ايه يا حبيبي؟ اديني حته عجينه. حته عجينه؟ وانا لسه عايزين حاجه اهو لسه ياب. وعندنا طبعا علبه السمنه الحلوه اللهلوظيه دي هنفتحوها عشان نشوفوا هنعملوا بيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا معلقه حلوه كده، وايه تاني يا ربي؟ الخميره بتتحط على اللبن. بصوا دول 4 معالق خميره، يعني كل نص كيلو من الدقيق عليه معلقه خميره كبيره من دي. هننزلوا بيها على اللبن كده ماشي، وبمعلقتين كبار سكر. بصوا دي 1 ادي 2. نزلت بالخميره على كوبايتين اللبن على معلقتين سكر. ركزوا عشان العجينه تطلع معاكم حلو. ودول بقى 4 كوبايات ميه الا ربع دافي، واللبن دافي. 4 كوبايات ميه الا ربع، اوعوا تنسوا. هتنزلي بيهم كده على بقيه الحاجه. بس هنفضيها في الكوز احسن عشان خاطر تاخد وقتها كده وتعرف تطيخ، لان الخميره لما تفور هتفور جامد. وتقلبيهم كده في قلب بعض وتركنيها يا دوبك 10 دقايق بس. هتلاقيها مبقبقه كده وبترخي، تنزلي بيها على الدقيق على طول. هوريك كده، ما تستعجليش يا وليه منك ليه. اسمعي بس وخليكي معايا بالك طويل كده. بصوا يا جماعه الله اكبر، بصوا خمرت ازاي وبقت حلوه. طول عمري نجيبها ونعملها الخميره بتطلع معفنه وما بتبقاش حلوه كده، لكن دي خمرت اهي ورغت وبقت 100 100. هننزلوا بيها على الدقيق. بس استنوا نحط زرطه الملح عشان ما ننساش. بس معلقه واحده كده على 2 كيلو اهي. خلاص كده هننزل بقى باللبن الدافي على الخميره على الميه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على رسول الله. تنزلي واحده واحده بالراحه خالص. تعوزي تحطي تاني، ما تعوزيش يبقى خلاص، عشان كل دقيق وله نوعه. في نوع من الدقيق يشرب الميه واللبن ولا كأنه شرب حاجه، وفيه نوع ياخد حبه صغيرين، وفي نوع ياخد حبه يامي. يبقى انت تتحكمي كده بايدك وانت بتفضي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه بقى تشربيها ببعضها كده عشان خاطر العجينه تبقى معاكي مسويه وناعمه. لو اتقنت العجينه وعملتيها لهلوظيه البكاكين والجرس هتطلع معاكي 100 100. تفركي كده. شايف يا براهو اللوز؟ مرات ابوك تعرف تعمل الحاجات الحلوه دي؟ هي والله ما حد يعرف يعمل زي امك ولا يضفي الدار زي امك، بس انت ما بيتمرش بيك حاجه خالص. عجل وحش وحش. تفركي كده. بصي يا تفركي. طبعا هتعوز تاني تيجي عامله بقى دول كده مغاهم وتيجي منزلهم على طول وتفضلي تهرسي فيه. شكلها هتعوز تاني، خلي بالكم ما نعرفش ازاي. هنجيب لها شويه ميه دافيين كمان ونلضنها بيها. العجينه لما تلضنيه تبقى حلوه خالص.
بصوا يا جماعة هنحط لها شوية لبن، هي على حسب الدقيق بتاعها، وتفضلي تلتي فيها كده لحد ما تشرب كل اللبن معاك. هي خلاص مش هتعوز لبن ان شاء الله تاني، يا دوبك بوج صغير اهو حطيته لها وخلاص على كده. بص هتلفيها بقى كده عشان تجيب الحبة المحرشفين اللي تحت دول، تحطي عليهم سكتة حليب كده صغننة، ترجيها كده. ما شاء الله عليك يا بنتي يا ام ابراهيم، وعلى عمايلك المنيله بنيله. تفركي فيها كده، حد هيقول لك بتفركي فيها ليه ولا حد هيعبرك؟ اصل الحاجه دي تعمليها حلوه ليكي، تعمليها وحشه برضه انت اللي هتطفحيها. فانت تيجي من الاخر كده وتظبطي حالك. شايف يا براهول عايز حته عجينه؟ خد يابا، يلا العب بيها يا حبيبي وافرح. ما شاء الله خير ياما اهو، دي عجينة 2 كيلو زي الفل. بصوا بقى يا جماعة، بعد ما عجناها كويس وبقت حلوة وناعمة اهي، هننزلوا عليها بالسمنة. هتحطي كام معلقة سمنة يا ام ابراهيم؟ هنحط 8 معالق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اول واحدة، 2 3 4 5 6 7 8. صلاة النبي أحسن. وهنمسكوها نعجنوها عجنة حلوة لحد العجينة ما تشرب كمية السمنة دي كلها. تدلكي فيها كده، والسمنة لا تكون صايحة ولا تكون مجمدة في التلاجة بحرارة الغرفة اللي انت فيها أو بحرارة المطبخ المنيل بنينة اللي انت قاعدة فيه زي كده. وتنزلي بقى حرصي فيها كده لحد ما تشرب الإيدان كله. بصوا سهلة، حاجة سهلة خالص. ماشي، بدل ما تروحي تشتري من الفرن ومش الفرن. الولا مسلم نديله 50 جنيه نقول له روح حبيها جراجيش ولا معمولة يجيب لي شوية قد كده. ما نعرفش بقى مسلم بيضحك عليه وبياكل الحاجة في السكة، ولا هو الراجل ضلالي بيضحك عليه، ولا ايه بالظبط؟ قلت له لا بقى انا مش ناقصة ضربة، انا كفاية نعملها في الدار. وانا يعني هنتعب هنملى الدار بركه ونملاها خير، وحاجه نبقى عاملاها بايدي وعارفاها ان هي حلوه ومضمونه. صح يا براهولوس؟ اسم الله عليك يا براهولوس يا حبيبي. انت بتلخبطيني في العجينه. وديت عجينتك فين؟ هي معايا. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تحطوا اللايك ان شاء الله تفرحوا. بصوا يا ولاد تدوها كده، يلا حبه بسرعه بقى كده. يلا بقى استعنا على الشجا بالله، عشان العجينه دي عايزه حد فيها صحه اديها على طول ما ترحمهاش. انك مكنه بالكهرباء بالظبط على طول. ما شاء الله ما شاء الله. انا بيني وبينكم ما عنديش مضرب عجان، فلازم نشتغل على نفسي. انا المضرب العجان وانا كل حاجه. تديها كده، اديها بعد ما شربت السمنه وضيعت صحتي عليه مش قادره ناخد نفسي قسما بالله. هنجيب بقى الزيت عشان خاطر هنحطه 8 معالق زيت. هو لازم الوصفه كده. شايفين العجينه بعد ما شربت السمنه نعمت ازاي؟ هننزلوا بقى عليها بالزيت 8 معالق زيت بالظبط. دي 1 2 3 4 5 6 7 8. ما شاء الله. وننزل تاني برضو كده لحد ما العجينة تشرب شوية الزيت معانا. تديها كده. أنا كده استكفيت عجين فيه، بقالي 5 دقايق عمالة ناخد وندي فيها. بصوا اما تنعم معاكي كده وما تبقاش ماسكه في البلاستيكات تعرفي انها جابت اخرها كده. تجيبي بقى الباس عيل صغير عندك كده وتغطيها وتسيبيها يا دوبك ساعه بس تخمر في حته دافيه قدامي كده، وهنركنها وهنجيب كيسه العجوه. ده تمر يا ولاد اهو،
تمر صيوي عارفينه، العجوه الصيوي دي ما بنجيبش انا الباكيتات ديت، انتوا عارفين ان الناس بتعجبينها برجليه وضوافرهم بتبقى وسخه وكلها رمله وحاجه تجرف بصراحه ربنا. رحت جبت دي هنفصصها ونشيل منها النوايا ونحطها في طاسه، وهنا بقى هنجيب الطاسه ونحط فيها معلقه سمنه حلوه كده عشان هنسيحوا فيها العجوه الصيوي. فصصي يا نجمه بقى. لا يا شيخه ده كلها رمله جاهزه ايه وبتاع ايه. فصصي بقى على طول، ولا غلبه ولا حاجه. تاخد يا برا امك عزوايه هي كلها. فين عزوه؟ هي والله طعمها زي العسل، بنجيبها في رمضان دي يا ولادنا بالله في جنب اللبن. الكوبايه منها ملهاش حل، بتمنع البتاع اللي اسمه ايه ده، قولوا معايا، فقر الدم والضعف والانيميا والحاجات دي، بناكلوها على طول. والله العظيم نعمل التحليل ليا وللعيال يطلع عندي اكبر نسبه ضعف دم في العالم. بس هنعمل هم قالوا لنا كلوها، امي طول عمرها تقول كلوا العجوه عشان خاطر فقر الدم. ناكلها من هنا وفقر الدم يمسك فيا ما يسيبنيش. هنعملها طيب. لازم يا ولاد كلمه الام تبقى صيف، الام تقول لي عليها نعمله. اسكت بقى. طب تعمل ايه؟ طعمها حلو جو. اسكت يا براهولو، في ايه يا با؟ تاخد عزوايه كمان؟ خد وريها لهم، قول لهم بصوا العزوه. بص العزوه. وريها لهم مرام بايديك. بصوا في ايدين الولد عامله ازاي، شوكولاتيه خالص. انت عايزه كميه قد ايه؟ حفنه كده، جالوسين كده. يا اختي انت ما هيش غاليه، الكيلو بكام؟ الكيلو ب50 جنيه، بلاش والله. تحطيها عندك في الدار، تقلبيها بيضه وتفطري، تعمليها تحشي بيها حاجه، تاكليها كده، تحطي تمرايه في حبايه لبن وخلاص، في كوبايه لبن وتفطري بيه. تقلبيها بيضه ازاي؟ العجوه بالبيض جميل، بنعملها في رمضان ولا للسحور. تقلي البضايه وتحطي فيها حته العجوان، بتبقى زي الفول. تاخد يا براهولو ساعة ما البكونة بتاعتي تخمر بدينا شوية عجوة عشان شوية عزوة. عايز تحشيها يعني؟ حاضر يا حبيبي، يسر من عينيا يا من عينيا. انت سايب عجينتك تخمر؟ ما شاء الله العجينه مجربه تترفع. دي بتاعتي ودي ايه بتاعتي. والله بصي ما شاء الله جبت اهي. الحاجه لما تبقي عجنها كويس وعطيها المكونات الحقيقيه الصحيحه تطلع معاك الكوام بتاعها متناجس وجميل. لسه بقى هنولع الفرن كده ونقطعوهم. بصراحة ربنا أمي زمان كانت تعمل لنا العجينة دي يا ولاد، يا خرابي على اليوم اللي كانت تعجن فيه وتولع الفرن. وأبويا يبقى متكبر بقى وأمي محدش يعرف يكلمها اليوم دي. هتعملي إيه يما؟ هنعمل قرص، يبقى خرابي رافعة راسها للسما والله العظيم. وكانت تعجن العجينة وتاخدها تركنها على ما تخمر. أنا وإخواتي نخشوا على العجينة ناكلوها. امي تيجي بقى عشان خاطر تبص على العجينه تلاقيها متاكله، ترجع بالصوت، تيجي رايحه جايبه حبه رمله وعجناهم وتيجي حشيهم عجوه وعاملاهم لنا وخلاص. هنعملوا طيب يا ولاد، هنعملوا والناس بقى ما تعرفش تتكلم معانا. هي قبل ابويا في السكه يا اخويا ريحه خبيث عندكم كده، انتوا مولعين الفرن، يا نهار اسود، ده انت خلاص عديت، ده انت الدنيا لعبت معاك. كان اول فجر يا ولاد، ما كانش زي دلوقتي بنلعبوا بالحاجه لعب والدار مليانه خير، بس ما فيش بركه وملهاش طعم. لكن الاول كانت الحاجه فظيعه فظيعه، خير الدنيا كان في كل حته والله. واجل حاجه عند الناس كانت بتبقى فيها بركه. لا الناس كانت حلوه ونفوسها طيبه والبيوت بتاعتها حلوه كده يعني. اوعي تنسوا تحط البذره والكبسوله. بتاكلوا عجوه؟ بناكلوا عجوه. انت عارفه ان انا بنحب العجوه. ما بناكلوش عجوه من غيري. ده احنا بنعمله فطاير يابا، بنعمله بتاع اسمها ايه على جرس. العجوه. تعال اعمل معانا. تعال اعمل معانا يابا. ده العجوة هياكلها، ده التالتة. هياكلها. تعال اعمل معانا ايه ونيلي تاني. اوعى تكون حاطط ايدك في مناخيرك وجاي تفصص عجوه. لازم نضيفه. ده هياكلها مننا دلوقتي. انت كنت فين يا خلي بالك صاحبي؟ شغل اللقمه ده ما بنحبوش. لقمه اهو تعال. تاكلوا عجوه من ورايا؟ والله ابدا. بص انت جاي العجينه تاكلها؟ والعجينه اهو. ده جاي ياكلها. ايه ما هيخلصها؟ ما انا اول ما شفته عرفت على طول وانا عبيطه. يا نهار اسود. بس يا مسلم بقى فصص معانا. فصص معانا يابا، ساعد يابا. بص البكونة بتاعتي. ما شاء الله. أنا عارف شايفين يا مساعد جماعه؟ نفسي. شايفين بكونه براهولي؟ ان شاء الله يفاديك يا براهولي ونفرح بك يا حبيب قلبي. هنخمرها. لا يا رب يبارك في عمرك وفي عمر كل الاطفال اللي زيك يا براهولي، يطرح فيكم البركه ويفرح كل ام يا رب العالمين بطفلها. حط يا بابا، انت بتاكل بس في ايه يا مسلم؟ احنا عارف نساعد نفسي لما نساعدكم. حط هنا يابا بس، فصص حط هنا. بتطفوا في الصينيه؟ لا يا دي النيله يا ولاد.
ما نقدرش نقاوم العجوة. انت هتحشي معايا خلي بالك. ماشي ماشي يا بتقلصي يعني؟ يا ستي ماشي. ايه ده على ايد يما بتساعد يما. كفايه كده. ايام حلوه. اعملي يا اختي حطي ده عجينه كبيره. والله كده ياما اهو اهو. والله وريني كده. يعملوا شويه كمان. 3-4 عجويات كمان. وولحت عليها اهي مع حبه سمنه صغيرين معلقه بس، وتفضلي تقلبي كده هتلاقيها ساحت معاكي. بص استنى نطلع الحته دي جوم اهو، راح فين اهو، نسيت نطلعها. تفضلي بقى تقلبي كده هتبقى صيحه وجميله خالص، ولما تخلص هنوريها لكم. بعد ما ساحت كده بقى هنسيبوها تبرد عشان خاطر نشتغلوا منها على طول. وادي العجينه بعد ما خمرت، بصوا بسم الله ما شاء الله بقت عامله ازاي. هنفصل الهواء اللي فيه غازات كده زي اللي بتبقى في بطننا. بصوا تخرميها كده. اللهم صل على رسول الله. وطالعه زي القطنه ولا بشره الاطفال حتى، سبحان الله القماشه بتاعتها جميله خالص. هتكوري بقى الكور على قد ما انت عايزاها. في ناس بتحب القرص كبيره كده، يعني هنعملها يعني متوسطه. بصوا كده حجم واحد كده زي قد البيضه. شفتوا البيضه المسلوقه؟ زي البيضه المسلوقه. بسم الله الرحمن الرحيم. تلفيهم كده في ثواني، مش هياخدوا معاكي وقت خالص. كعبريها تكعبيره حلوه كده، بس اهم حاجه الحجم كله يكون متناجز قد بعض، لا واحده كبيره ولا واحده صغيره. وهنا بقى انا صيحت حته العجوه بالسمنه كده على النار وسايباها تبرد. اهي اول ما تبرد على طول هنكون انا كعورت وبلبلت القماشه بتاعت العجينه دي، وخليتها حتت واحده زي بعضها كده عشان تعرفوا بس ان الخلل وبراهيصي شطاره الدنيا فيه. نتحدى اي حد في الشطاره والله، اصل مش اي حد يعرف يعمل الحاجات الحلوه الرقيقه دي. والله في ناس بقى بتقطعها كده بالسكينه. لا انا نحب نبلبلها بايدي كده، نحب نجيبها كده ونعملها كور كلها متساويه قد بعضها. مش بتاخد وقت والله، تصلي كده وانت يعني وراك الدوام. اقعدي يا ورا منك ليه، اعملي حاجتك وحاجه عيالك واملي بيتك بالخير وبالعمر. ما حدش هيقول لك حاجه والله. الله يملى بيوتكم بالخير والعمار، ويجعلكم اغنى اغنياء العالم يا رب العالمين، ويبارك لكم في اولادكم وتشوفوهم احسن الناس. ما يحرق قلوبكم على ضناكم ابدا، ولا يحرق قلبي على ضنايا. يبارك لنا فيهم يا رب. جدعاني ما تخليش حاجه لا تعطلك ولا توقف في سكتك، تحطي على طول اهو واحده ورا واحده هتلاقي العجينه بقت قحدي. ما شاء الله تبارك الرحمن على ريحتها والملمس بتاعها جميل. بصوا بقى العجينه من قريب عامله ازاي، زبده طريه وحلوه قوي. هتطلع منفوشه كده وزي العسل ان شاء الله. باذن الله هيبقوا شويه قرص مفيش حد يعرف يعملهم غير خالي ام براهيصي. بعد ما قطعتها كلها دواير كده، نمسك الكوره نفردها على ايدي ونحط فيها حتة العجوة زي ما انت عايزة تكتري العجوة ماشي، عايزة تحطي حتة قليلة زي الخلل وبراهيصة كده ماشي. هنحط حتة متوسطة يعني في النص كده، وتكفيلي بقى كده بالراحة بهذه الطريقة، وتيجي مبططها بالراحة خالص لحد ما تديكي قوام حلو. يعني لا تخليها رقيقة خالص ولا تصيبيها تخينة، متوسطة يعني. تكون عندك بقى صينية حلوة كده ما تدهنيهاش زيت ولا حاجة، الله عشان خاطر العجينة أصلا بصي مزيتة دسمة كده وجميلة. أهم حاجة بس تغسليها كويس إن العجوة بتاعتها ما تطلعش في الصينية وتلزق وتحرق لك الدنيا وترجعي تقولي الخلل وبراهيصة بوظت لك الدنيا. لا بصوا بقى الصينية أهي، جيبي الصينية كده تكون تقيلة شوية ما تكونش خفيفة عشان الحاجة ما تتلصحش منك، وتحطي تسمي بسم الله الرحمن الرحيم وتفردي كلها كده حجم واحد، وتمسكي غيرها. على فكرة انا مولعة الفرن ورايا اهو على حرارته كده بالراحة، على ما نخلص دي يكون سخن. نيجي ظابطة الحرارة بتاعته ونيجي مدخلة الصواني تطلع معايا لهوزية. امسكي اهو، بصوا اسهل من كده ما فيش. هتبططيها كده حتة العجوة كده تتكي عليها لحد ما تتفرد معاكي، وتلتخيها في النص كده وتكفلي. تكفلي عليها كده قفلة محترمة، وبعد كده بايديكي كده بالراحة تبتدي
تمسكيها كده تفرديها فردة متوسطة كده، وتخلي الكوام بتاعها مش رجاية قوي عشان لسه هتخمر كده، وتديكي النفشة اللي هي زي بتاعة العيش الفينة وكده. ما تيجي تاكلي الجرصة كده بكوباية شاي باللبن، تدعي للخالة أم براهيسة تقولي يا سلام، حاجة جميلة والله. اهي بص الصينية، تجيبي كده وتحطيها في الصينية وتبططي عليها بإيدك كده وتركنيه. ما شاء الله قسما بالله انا تعبت تعب ما فيش بعد كده، بس كله يهون. انا احب نشوف الخير قدامي كده، وهو حد منكم يقول لي حركت الصينيه ليه يا ام ابراهيم؟ لا دي اتلصقت مني شويه بس كده، لكن اهي بصوا من تحت عامله ازاي، حاجة ما حدش يعرف يعملها أبدا. بسم الله ما شاء الله. عمارة الدار تعملي كوباية الشاي باللبن وتقعدي تفطري أنت وعيالك، حد ليه حاجة عندك ولا حد يقدر يقول لك بتعملي إيه؟ إملي دارك زي كده والحاجة زي الفل أهي، وهنوريها لكم من قريب عشان تشوفوا النفنفة بتاعتها، وجميلة وطرية وحاجة ما فيش أي واحد يعرف يعملها. بصوا حلاوتي، بصوا البكونة عاملة ازاي، شافنجية خالص. بصوا حلاوتها، بصوا الهشاشان والطراوة، بصوا البقلاوة اللي جواها، بصوا الحلاوة، بصوا الحاجة عاملة ازاي. هنوريكم واحدة محشية، أنا مش عارفة المحشية راحت فين يا ولية. بصوا المحشية عجوة، بصي الحلاوة تاكلي انت وعيلك. بصوا البتاعة محمرة من ورا ومن قدام ازاي، بصوا الحلاوة. بصوا يا ولاد حلاوة الجرصة عاملة ازاي، الله اكبر. بصوا شفنجيه خالص، بصوا عامله ازاي، بصوا اللي جواها كلها غذي وحاجه انت عاملاها في دارك وعارفاها معموله ازاي. ابسط المكونات اعملي زيي ومش هتندمي ابدا عليا الطلاق، ما هتندمي. املي دارك بالخير كده وتدفي انت وعيالك، اديني قلتلك. وهنقوم دلوقتي عندك رمبايه هنملحها لزوم الفيسه والدفى برضه، الحاجه الحاجه في الدار حلوه يا مره منك ليه؟ مين بيحب مخلل الكرنب كده زيي؟ انا بصراحه ربنا ما نقدرش نستغنى عنه. جبت برطمان اهو وهنحط فيه شويه ملح. المفروض ان انا يبقى عندي بنجوره ولا حاجه حمرا، استنى كده ندور في الثلاجه يمكن طلع لي حته بنجرايه كده تخلي المخلل معاكي. اي الحمد لله، دي تخلي المخلل بتاع الكرنب في حته تانيه. هي ضبلانه ايوه، بس اني برضو هنقشرها ونظبطها ونخليها 100. المهم ان هي تدي المخللايه لون كده حلو. تخرطي 3-4 حتت كده في البرطمان هيخلولك الكرنب في حته تانيه، ومعلقه شطه يا صلاة النبي احسن. خلاص على كده، وحبه خل فرد اهو. تبخيهم كده كلهم وتبتدي تسمي بالله وتعبدي. دي بقى يخليكي تفسي الفاسيه في السبعه اللي احنا فيها دي وتدفي عيالك. مفيش بعد كده. اعملي زي الخاله ام براهيسي واملي دارك بالفسي. اني بقى كنت مخرطاه ورش عليه رشه ملح بسيطه وهو في الحله عشان يدبل ويقان، والبرطمان ياخد منه اكبر كميه. عارفين طبعا انتوا الحكايه دي. بصوا بقى تفرصيه كده وترجيه كده. اصل تحط له حبه سكر، عايز سكر حطي له، عايز شاي حطي له، المهم يطلع مظبوط. واحنا يعني ما نعرفوش نطبخه. بص اللون خليه بقى مقلوب كده عشان خاطر كل شويه من فوق لتحت كده تقلبيه. بس خلاص على كده. عايزه نقول لكم ان كل ما تحبوا تعملوا حاجه اعملوها بحب وهي هتخلص معاكم وتبقى 100. ونشوف وشكم على خير الفيديو الجاي الصنو، ومش هنتاخر عليكم ان شاء الله. وادعوا لي دعوه حلوه وانا هندعو لكم دعوه حلوه، وافضلوا تدعوا بعد كده عشان البركه تهل علينا ان شاء الله. تفرحوا وتكسبوا وتربحوا يا رب العالمين، ويجعلكم اغنى الناس. يلا مع السلامه في رعايه الله.